حبايبي أبطال سنة رابعة ابتدائي. النهاردة هنتكلم على الدرس الأول في الوحدة التانية، وهو كيف تبدو مدينتنا. يعني هتعرف في الدرس ده يا ولاد على الفرق ما بين المدينة والقرية، وكمان هتعرف على أشكال المدن المصرية. يعني هتعرف على المدن اللي موجودة عندي على ضفاف نهر النيل، والمدن اللي موجودة على البحار، وكمان هتعرف على المدن اللي موجودة عندي في الصحراء، وكمان هتعرف على مناطق الزراعية والمناطق الصناعية والمناطق السياحية والمناطق الترفيهية والمناطق السكنية. الدرس سهل وبسيط، بس محتاج مننا شوية تركيز يا أبطال. قبل ما نبدأ نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يلا بينا نبدأ مع بعض بحدوتة صغيرة هتساعدنا على فهم الدرس. المصري القديم في بداية الأمر كان عايش فين يا ولاد؟ كان عايش فوق الهضاب، كان بيتغذى على جمع الثمار وصيد الحيوانات، وكان يسكن الكهوف. أول ما المية جفت، يعني المية خلصت فوق الهضاب، نزل إلى وادي النيل. نزل إلى إيه؟ إلى وادي النيل. وطبعا وادي النيل يعني مية عذبة اللي كان مش لاقيها فوق عنده فوق الهضاب. بس كده؟ لأ، كمان لقى تربة خصبة. يعني إيه تربة خصبة؟ يعني تربة صالحة للزراعة. يعني لقى مية عذبة، وكمان اتعرف على الزراعة، يعني حرفة الزراعة. وإيه كمان يا مستر؟ بدأ يبني بيوت صغيرة علشان يعيش فيها. ممتاز. البيوت دي كانت بتتصنع من إيه؟ من الطوب اللبن. أوكي، وإيه كمان؟ البيوت دي بقت بتزيد، يعني الأول بيت، التاني، التالت، الرابع، ومن تجمع البيوت الصغيرة دي نشأت عندي القرى، ومن تجمع القرى نشأت عندي المدن، وعندي هنا قرى زائد مدن هيبقى عندي أقاليم، ومن هنا بدأت تنشأ الحضارة المصرية القديمة. طيب احنا هنتكلم على ايه في الدرس بتاعنا يا مستر؟ هنتكلم على نشأة القرى والمدن. احنا عرفنا نشأة القرى والمدن ازاي؟ هقول له عن طريق استقرار المصريين القدماء على ضفاف نهر النيل بسبب وجود المياه العذبة، وكمان استغلوا التربة في الزراعة. طيب رقم 2 بيقول لي معرفة المصري القديم الزراعة ترتب عليها ايه؟ هقول له طبعا انا عندي مية وعندي اكل او عندي غذاء، إيه اللي هيحصل؟ هيكون في عندي استقرار، وبعدين بناء المساكن، ومن ثم مع مرور الوقت نشأت القرى والمدن زي ما اتعرفنا عليها في الحدوتة. طيب ايه الفرق ما بين القرى والمدن او المدينة والقرية؟ القرية يا ولاد هي تجمع سكني موجود فيه خدمات، لا يا مستر، موجود فيه أنشطة زراعية وتربية حيوانات. يبقى القرية هي تجمع سكني يتركز فيه أنشطة زراعية وتربية حيوانات. طيب المدينة هي تجمع سكني أيضا، بس موجود فيه خدمات وأنشطة زي صناعة والتجارة، وكمان موجود عدد من الأحياء. موجود عدد من إيه؟ من الأحياء. يبقى أنا عندي هنا عرفت الفرق ما بين القرية والمدينة. الاتنين متشابهين في إنهم تجمع سكني، مختلفين في إن القرية فيها أنشطة زراعية وتربية حيوانات، وعند المدينة فيها أنشطة زي الصناعة والتجارة، وموجود فيها عدد من الأحياء، وكل حي ليه طابع خاص. طيب نروح على العلاقة ما بين الاتنين، ما بين المدينة والقرية. أنا باخد من القرية إيه لو أنا عايش في المدينة، وأنا باخد من المدينة إيه لو أنا عايش في القرية. طيب لو أنا عايش في المدينة يا ولاد باخد من القرية المنتجات الزراعية، زي طبعا الفاكهة والخضار اللي احنا بنستخدمهم في الحياة اليومية. طيب أنا لو أنا عايش في القرية باخد من المدينة إيه يا مستر؟ باخد من المدينة الخدمات والمنتجات الصناعية. زي إيه مثلا يا مستر؟ هقول له زي مثلا كل المنتجات الصناعية اللي موجودة، عصاير وهنقول معلبات. كل المنتجات الصناعية دي اللي أنا باخدها وبستخدمها في حياتي اليومية داخل القرية، باخدها منين؟ باخدها من المدينة. يبقى أنا عرفت المدينة بتستفاد من القرية إزاي، والقرية بتستفاد من المدينة إزاي. تمام؟ نروح على المعلومة اللي بعدها، وهي إيه يا مستر؟ هتعرف على أشكال المدن. أنا عندي مدن تقع على ضفاف نهر النيل، زي إيه يا مستر؟ هقول له زي أسوان، زي سوهاج، زي أسيوط، زي المنيا، زي بني سويف، زي قنا. كل دي مدن تقع على
ضفاف نهر النيل وصولا بمدينة القاهرة. يبقى أنا عندي هنا أسوان والقاهرة الاتنين موجودين على ضفاف نهر النيل. طيب عندي مدن ساحلية، هقول لك عندي مدن ساحلية موجودة على البحر المتوسط والبحر الأحمر، لأن أنا في مصر عندي بحرين، بحر متوسط في الشمال والبحر الأحمر في الشرق. طيب عندي مدن على البحر المتوسط، هقول له اسكندرية وبورسعيد. عندي مدن على البحر الأحمر، هقول له عندي هنا الغردقة، وعندي كمان إيه يا مستر؟ عندي الغردقة وشرم الشيخ. الاتنين موجودين على إيه يا مستر؟ موجودين على ساحل البحر الأحمر. أدي شرم الشيخ مكانها هنا بالظبط، وهنا الغردقة مكانها بالظبط. طيب وادي اسكندرية مكانها هنا بالظبط على الخريطة، وبورسعيد مكانها بالظبط هنا على الخريطة. طيب المدن اللي أنا علمت عليها دي مدن ساحلية. طيب المدن اللي أنا هعلم عليها دلوقتي حالا القاهرة وأسوان، مدن موجودة على ضفاف نهر النيل. يعني إيه على ضفاف نهر النيل؟ يعني وأنا ماشي في المدينة دي ببص بلاقي نهر النيل موجود بيمشي في المدينة. أوكي. عندي مين كمان؟ عندي مدن صحراوية، يعني المدن التي تقع في الصحراء، مثل مدينة الخارجة، موجودة فين؟ في الصحراء الغربية. طيب أنا كده اتعرفت على أشكال المدن، مدن على ضفاف النيل، ومدن ساحلية على البحار، ومدن صحراوية تقع في الصحراء. طيب عندي هنا بيقول لي إيه كمان يا مستر؟ بيقول لي نماذج استخدامات الأراضي. يعني إيه نماذج استخدامات الأراضي يا مستر؟ يعني عايز يقول لي الأراضي في مصر بتتقسم لإيه؟ هقول له عندي مناطق زراعية، ودي تنتشر في القرى وحول المدن. طيب بستخدمها في إيه؟ زراعة المحاصيل، يعني تنتج المحاصيل والغذاء. لذلك تعد من المناطق اللي هي إيه؟ ثروة قومية يجب الحفاظ عليها. يعني الأماكن الزراعية دي ما ينفعش مثلا ألغيها وأبني مكانها مساكن أو مباني. ليه؟ لأن أنا كده بأثر على الغذاء بتاعي. يبقى تاني، المناطق الزراعية تنتشر فين؟ هقول له في القرى وحول بعض المدن. تستخدم في إيه؟ هقول له بتنتج المحاصيل والغذاء، لذلك تعد من المناطق اللي هي ذات ثروة قومية ويجب الحفاظ عليها. مناطق صناعية زي ما موجود عندي في الصورة هنا يا ولاد. المناطق الصناعية دي واخدة رقم كام؟ رقم 2، اللي موجود فيها إيه؟ اللي موجود فيها مصانع. والمناطق الزراعية واخدة رقم 1، اللي فيها أراضي زراعية. طيب عندي هنا مواقع الأراضي الصناعية، هقول له موجودة على أطراف المدن، لازم تكون بعيدة شوية عن المناطق السكنية. ليه يا مستر؟ هقول له علشان تقلل التلوث البيئي. يبقى لو جه لي بما تفسر يعني ليه تقع المناطق الصناعية بعيدة عن المناطق السكنية، هقول له لتقليل التلوث البيئي. طب باستخدمها في إيه؟ هقول له باستخدمها في إقامة المصانع اللي بتوفر المنتجات المتنوعة. دي إيه؟ المناطق الصناعية. يبقى احنا اتكلمنا على المناطق الزراعية والمناطق الصناعية. عندي إيه كمان يا مستر؟ هقول له عندي رقم 3، مناطق سياحية زي الأهرامات. الأهرامات دي من المعالم الأثرية اللي بيجي لها الناس من جميع أنحاء العالم. يبقى أنا عندي المناطق السياحية تضم إيه؟ هقول له تضم معالم أثرية زي الأهرامات أو معالم طبيعية. طيب عندي أمثلة؟ هقول له عندي أمثلة على المعالم الأثرية زي المتاحف والمعابد القديمة، وعندي كمان أمثلة للمناطق الطبيعية، زي مثلا هنقوله إيه يا ولاد؟ هنقوله على الواحات اللي هي بيبقى موجود فيها الرمال الساخنة اللي بتستخدم في العلاج الطبيعي والعيون الكبريتية. طيب عندي إيه كمان يا مستر؟ عندي هنا المناطق السياحية بتجذب الزوار، وده بيساعد في تنشيط السياحة وتوفير فرص عمل للشباب. طيب نروح على المعلومة اللي بعدها، وهي المناطق الترفيهية، موجودة غالبا في قلب المدن، ودي يا أولاد بتكون مخصصة للتنزه زي النوادي، الحدائق العامة، وتعمل على تنقية الهواء. أوكي؟ طيب نروح على المنطقة اللي بعدها، وهي المناطق السكنية، ودي بتكون مخصصة لبناء المنازل اللي احنا بنعيش فيها، وبتتوفر فيها الخدمات الأساسية زي المدارس والمستشفيات وغيرها من الأساسيات. يبقى أنا كده اتعرفت على المدينة بيكون موجود فيها إيه. هقول له بيبقى موجود فيها مناطق سياحية، مناطق ترفيهية، مناطق سكنية، ومناطق صناعية، ومناطق زراعية. طيب نروح على المعلومة اللي بعدها. هنا بيقول لي نموذج لمدينة مصرية.
أنا عندي هنا تتميز المدن المصرية بوجود أماكن أثرية وسياحية مهمة. إيه الدليل؟ هقول له الدليل على الكلام ده يا مستر إن أنا عندي كنيسة المعلقة، وعندي كمان جامع عمرو بن العاص. إيه الكنيسة المعلقة وليه سموها بالاسم ده؟ الكنيسة المعلقة دي يا ولاد هي من أقدم الكنائس في القاهرة، واتسمت بالمعلقة ليه؟ بما تفسر أقول له لأنها بنيت على الأجزاء الجنوبية من حصن بابليون، وهو حصن عسكري قديم، فلذلك ترتفع عن سطح الأرض بقى إيه؟ بضعة أمتار، فلذلك يطلق عليها الكنيسة المعلقة. خلاص؟ يبقى أنا عندي تاني الكنيسة المعلقة هي من أقدم الكنائس في القاهرة، تم تسمية الكنيسة المعلقة بهذا الاسم بما تفسر. يعني ليه؟ هات لي السبب. هقول له لأنها بنيت فوق إيه؟ الأجزاء الجنوبية من حصن بابليون، وهو حصن عسكري قديم، ولذلك ترتفع عن سطح الأرض بأمتار قصيرة أو صغيرة، ولذلك يطلق عليها بالمعلقة. طيب عندي هنا جامع عمرو بن العاص. جامع إيه؟ جامع عمرو بن العاص هو أول جامع في مصر وأفريقيا. مين؟ جامع عمرو بن العاص هو أول جامع أقيم أو اتبنى في مصر وأفريقيا، وده اللي بناه مين؟ عمرو بن العاص بعد الفتح الإسلامي لمصر. طيب يبقى أنا عندي هنا اتعرفت على المدينة، اتعرفت على المناطق، اتعرفت على نموذج لمدينة مصرية. أوكي، أنا كده خلصت الدرس بتاعي النهاردة. هتعرف على الأسئلة هتجيلي شكلها عامل إزاي في الدرس ده يا مستر. بيقول لي المدينة يعني إيه مدينة؟ هقول له هي تجمع سكني تتركز فيه الخدمات والأنشطة مثل الصناعة والتجارة، وتتكون من عدة أحياء كل حي ليه طابع خاص. القرية هو تجمع سكني تتركز فيه أنشطة زراعية وتربية الحيوانات. وطبعا هنا جايب لي الخريطة قدام مني وبيعرفني الأماكن المدن التي تقيم على نهر النيل. هقول له القاهرة وأسوان. عندي مدن تقع على البحر المتوسط، هقول له اسكندرية وبورسعيد. مدن تقع على ساحل البحر الأحمر، هقول له الغردقة وشرم الشيخ. مدن تقع في الصحراء هقول له مدينة الخارجة. العلاقة ما بين المدينة والقرية زي ما احنا عرفنا، القرية بتاخد من المدينة المنتجات الصناعية، والمدينة بتاخد من القرية المنتجات الزراعية. يعني بشكل أفضل ومبسط، المدن تنتج المنتجات الصناعية وموجود فيها خدمات. القرية تنتج أو تعمل إيه؟ تنتج المحاصيل الزراعية من خلال الأراضي الزراعية اللي هي موجودة فيها، وكمان تربية الحيوانات. طيب عندي هنا إيه يا مستر؟ عندي بيقول لي استخدامات الأراضي في أماكن سكنية دي مخصصة للبناء، زراعية لإنتاج المحاصيل والغذاء، صناعية مخصصة لإقامة المصانع وبتوفر المنتجات المتنوعة، ترفيهية مخصصة للتنزه زي الأندية الرياضية والحدائق العامة. السياحية هقول له تساعد على تنشيط السياحة وبتوفر فرص عمل. بيقول لي دلل تتميز المدن المصرية بوجود أماكن أثرية وسياحية مهمة. هقول له عندي كنيسة المعلقة ومسجد عمرو بن العاص. وبكده نكون وصلنا مع بعض لنهاية الدرس بتاعنا. ما تنسوش دعمنا بالإعجاب والاشتراك بالقناة علشان يوصل لكم كل جديد. كان معاكم مستر إسلام الهواري.